ونمشي ننعس. كنت غنعس وأنا نتفكر واحد الأخت مسكينة قبيلة سولاتني على حليوة وقالت لي عافاك حتى تعاودي لينا كي داز التعقيم وداك الشي باش تشجعينا باش نديرو التعقيم. الصراحة أنا ما شفتش التعقيم كي داز لأنني كنت مرفوعة، ولكن ديت القطة ديالي الصباح عند الدكتور أمين بالنسبة للناس اللي في مكناس اللي في شارع النصر. بالنسبة للثمن ديال التعقيم 650 درهم، آخر ثمن. يعني الصراحة هو راه داير ثمن زوين زعما مقارنة مع أطباء وحداخرين. إلا بغيتو نحط لكم الكارت فيزيت ديالو بالنسبة للناس ديال مكناس زعما اللي ما عرفوش فين كاين. حطيت القطيطة، قالوا لي غادي نعاودو نعيطوا ليك، زعما انا سحبني شي مده طويله. الصراحه بقيت جالسه غير تمايا، ما مشيت حتى شي بلاصه حتىش ما قديتش، بقيت جالسه في التروطوار، ما فكرتش زعما نمشي شي بلاصه ولا نجلس في شي بلاصه ولا. بقيت جالسه في التروطوار حتى داروا واحد تقريبا واحد الساعه ولا ساعه ونص عيطوا لي قالوا لي جيتي دير القطيطه ديالك. صراحه انا ما عمرني ما جربت هاد التجربه ديال التعقيم، لا ديال قط ولا قطه. دخلت لقيت حليوة مخرجة لسانها وحل عينها، أنا تخلعت صحابني ماتت وحق الله العظيم، بقيت كنبكي وكنقتل في راسي كيقول لي لا راه هكاك، زعما هكاك كيكونوا. صافي قال لي سيباريها على القطوط الاخرين. حيتاش قلت له راه عندي قطوط واحد اخرين في الدار، قال لي تسيباري عليهم باش ما يقيسولهاش الجرحى وعلى ما تفيق من البنج. سيباريتها عليهم، سديت عليها الباب، فرجت ليها في الارض، قال لي ما خصهاش تكون زعما شي بلاصه عاليه الداري ولا هذا باش ما تطيحش. وقال لي عطيها تاكل حتى الليل. بالنسبه للماكله زعما بزاف ديال الاخوات والاخوان قالوا لي في التعاليق بلا لا راه خص تعطيها الماكله ديال التعقيم وداك الشيء. سولتو زعما با مال دو فوا، سولتو شي جوج ولا ثلاثه المرات كنأكد عليه، قلت له عافاك دكتور بالنسبه للماكله. قال لي عطيها تاكل حتى الليل، ما ت... زعما عطيها الماكله اللي موالفه كتاكل. قلت له واش زعما معليش واخا نعطيها الباطي واخا انا، قال لي اي ماكله موالفه كتاكل عطيها لها تاكلها. وقلت له واش ندير ليها شي دواء، واش زعما نشري شي حاجه للتعقيم ديال الجرح وداك الشيء. قال لي ما تشري حتى حاجه، ما ديري حتى شي دواء. قال لي ان شاء الله راه غير واحد اليومين وغتولي لاباس، المهم ما يتقصلهاش الجرح. والحمد لله. اش غنقول لكم، كنت خايفه بزاف، عرفتي، راه كنت متخوفه ومتهربه من ديك العمليه. راه كنت غنديرها لها نهار الاثنين وكانوا عيطوا لي قالوا لي بلا راه الطبيب ما كاينش. وعرفتي فرحت لداخل في قلبي منين زعما منين ما درتهالاش نهار الاثنين، فرحت، ولكن صافي عرفتها تبعاني. ديتها اليوم اللهم لك الحمد، كلشي داز على خير وبخير. وصافي هادشي اللي كاين، هضرت معكم شي شويه وتصبحوا على خير. كنبغيكم كاملين. كنفرح بزاف بالتعاليق الزوينه ديالكم، بقاو دوك التعاليق زوينين، ما بقيتش كنهتم كاع بالتعاليق السلبيه، واخا ما شنو يقولوا لي كاع. ما بحال واحد قال لي قبيله البهيمه الحيوان كيبكي على الحيوان، وراه هما بحالنا بحالهم، كيحسوا بالعذاب، كيحسوا بالاكتئاب، كيحسوا بالفرحه، كيحسوا بالبهجه. وربي كيميز الناس اللي كيبغيوهم وهما كيمشيو عند الناس اللي كيبغيوهم. وانا مستحيل انني نفرط فيهم بصفه نهائيه، ما عدا الى الله سبحانه وتعالى تحد ليا العمر ومت. ديك الساعه ربي راه ما غيقطع لهمش وما رزقهم في الدنيا، وما حد ربي مطول لي العمر راه مستحيل نفرط فيهم ولا نخليهم لا بالجوع ولا بالعطاش ولا نخرجهم للشارع ابدا. كما قلت لكم كنشكركم بزاف وكنبغيكم بزاف، والله العظيم الا كنحسبكم عائلتي الثانيه. كتفاجئوا عليا، كنرتاح. أه، ما عرفتش كي ندير نوصف لكم، ولكن انا فرحانه، زعما ماشي بكثرة المشاهدات ولا بكثرة لي جيم ولكن فرحانه بكم. نتمنى ان تكون وصلتكم الفكره
تصبحوا على خير وإلى الغد إن شاء الله تصبحوا على خير.